المنتخب الوطني التونسي. الطريق إلى كأس العالم 1978 في الأرجنتين. تميم في تلك الفترة كان يترشح منتخب وحيد عن قارة إفريقيا من أصل 26 منتخب متنافس، بينما في قارة أوروبا كان يترشح 10 فرق من أصل 31 منتخب أوروبي متنافس. مع العلم في الدورة السابقة المونديالية 1974 ترشحت الكونغو الديمقراطية عن قارة إفريقيا، وفي نفس ذلك العام 1974 كان عبد المجيد الشتالي شهير مجده تخرج من المعهد العالي لكولوني بألمانيا، وتم تعيينه في جانفي 1975 مدربا للمنتخب الوطني التونسي. يعني هوني في الوقت ذاك كانت تونس تقوم بتعيين المدربين على الأقل نضمن الكفاءة، عكس الوقت الحالي. إذا تم تعيين عبد المجيد الشتالي خلفا للمدرب المجري أندري ناجي. اللي يهمنا هو عبد المجيد الشتالي الداهية التونسي، اللي كان لاعب وسط ميدان في فريق النجم الرياضي الساحلي، وكان زاد أيضا لاعب في صفوف المنتخب الوطني التونسي. وبالنسبة إلى تجربته التدريبية كانت له تجربة مع فريقه الأم النجم الرياضي الساحلي، إلى حين تقلده للمسؤولية التدريبية للفريق الوطني التونسي وقيادته إلى تصفيات كأس العالم 1978 في الأرجنتين، وبعدها إلى نهائيات كأس العالم في البلد المنظم الأرجنتين. نذكر أنه الجيل هذاك كان يعتبر جيل ذهبي 1978، منهم لاعبين وأسامي كيما مختار ذويب، نجيب غميد، عقيد، تميم العبيدي، علي الكعبي، رؤوف بن عزيزة. جيل ذهبي بقيادة مدرب داهية لا يمكن له أن يجلب إلا نتائج إيجابية قعدت في البال إلى الآن. تلاحظ إذاعة لندن أن البرازيليين جاءوا بالكرة الراقصة والهولنديين بالكرة الشاملة، بينما التوانسة قدموا نوع جديد من الكرة وهو الكرة المرحة. وكانت مباراة الذهاب تونس ضد المغرب في الدار البيضاء بالتحديد، والنتيجة وفات 1-1. تتنفذ من طرف غميس عبيدي وعقيد عمر الجبالي، نفذ عمر الجبالي غميس يرجعها للجبالي. هذه المباراة دارت يوم 12 ديسمبر 76، وهي مباراة الذهاب لكأس العالم. هدف الغويني من المنتخب المغربي هو اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة 34، ثم المرحوم عقيد يسجل هدف تعادل في الدقيقة 57.
بن عزيزة يرجع كرة الثاني، يرجع كرة الثاني، طبقها فراس ما هواش متسلل، وكان بجد وهدف، هدف لصالح الفريق المغربي. الجول خميس العبيدي، طارق عقيد يقذف الهدف، هدف لصالح الفريق القومي التونسي. عقيد يسجل الهدف لصالح الفريق القومي التونسي. نمر بعدها إلى دور الإياب الذي أقيم في 9 جانفي 1977، وكانت النتيجة أيضا 1-1، هذه المرة في المنزه بتونس. علي الكعب، طارق، العبيدي يعلن نهاية الشوط الأول. عربي بصفة مباشرة، والهدف التعادل، هدف التعادل لصالح الفريق المغربي عن طريق فراس براس. بما أنها مباراة ذهاب وإياب فلقد مررنا إلى ضربات الجزاء. للفريق المغربي جزار هو اللي بيقوم باش يقوم بتنفيذها. عتوبة الفريق التونسي متفوق ب3 أهداف. شبالي شبالي يضيع من جديد التعادل. فراس يستعد، ما كانش أحد في الملعب يأمل فيها شيء. هوني حارس المرمى التونسي عتوقة كان قد أبهر الجميع بتصديه إلى ضربتي جزاء، وكانت هذه أول ضربات جزاء تقام في مباراة كأس عالم كانت بين تونس والمغرب. 4-2 في ضربات الجزاء، شكرا إلى عتوقة. وقد مررنا إلى الدور الثاني. خاض منتخب تونس مباراته الذهاب أمام منتخب الجزائر، وكانت النتيجة 2-0 أمام 40,000 متفرج تونسي بالمنزه. أهداف تونس كانت بتوقيع عقيد في الدقيقة 56 وعلي الكعبي في الدقيقة 73. علي الكعبي عالي. وقد أقيمت المباراة في 6 فيفري 1977. وعزيز أول فرصة تتاح براوي ويضيعها في الدقيقة الرابعة. العتوقة خرج فكروا المنخى بتاع المرمى فكانت الخطفة ضايعة. يرجع اللعب عند الفريق الجزائري رابط ويرجع هجوم معاكس عند العبيدي. فيها فرصة على تميم وطارق كعبي، واخذ تباهي من علي الكعبي والشدة نتاع الصباح حلوة. 9 و12 و14 و15 كمال غميد، عقيد، تميم التنفيذ.
جزائي ضيعها طارق. ستة أمتار قدام مرمى السرباع. تميم عدى الكورة ثم طارق القدام باهية من ذويب لطارق. طارق توغل في منطقة 18 متر ومحاولة الهدف الأول في هذه المباراة. أكيد يسجل الهدف الأول لصالح الفريق التونسي. عملية كانت باش تتوج وانتظرناها بطبيعة الحال. نعاود نشوفوا هبوة من مدافع عن الفريق نتيجة على 14 دقيقة لعب وبالشيخ يدخل في عوض رابط يرجع قومي ويصبح فريقنا القومي بعد ما لعب 5 دقائق ب 10 لاعبين يصبح يلعب 11 لاعب. بالنسبة إلى مباراة الإياب النتيجة بين تونس والجزائر كانت 1-1. مباراة صعبة للغاية خاصة وأنها أقيمت في ملعب 5 جويلية بالجزائر أمام 80,000 متفرج. الهدف الأول كان جزائري في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب بيلاش. وبالنسبة إلى تونس فإن الهدف التعادل كان في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب الجبالي التي كانت جمعيته الأم المستقبل الرياضي بالمرسى. نظرا إلى نتيجة مباراة الذهاب 2-0 والإياب 1-1 يعني إذا كانت تجمع النتيجة تصبح 3-1 لصالح المنتخب الوطني التونسي، فمر منتخب تونس إلى الدور الثالث والقبل الأخير. بالنسبة للقرعة في الدور الثالث كانت المباراة ضد غينيا، ومباراة الذهاب أقيمت في 5 جوان 1977 في غينيا بالذات قدام 25,000 متفرج، والنتيجة انتهت لصالح منتخب غينيا 1-0 وصاحب الهدف هو اللاعب الغيني سيلا. نمر بعدها إلى مباراة الذهاب. بابا كاميرا اسماعيل سيلا، محمد شيخ، بانغالي سيلا، سيكو سيلا، خالد القاسمي يدوش البيت الفريق الغيني، جبريل دارا، كمال، طارق مختار ذويب يفك التسلل عند علي الكعبي، عقيد طارق عدربي، طارق
بابا كامارا العقربي تمس يعاود ياخذها ويخرج بيها. عقربي لمن كعبي نجيب الإمام في الدقيقة 9 لاعب الملعب التونسي. عادل هدف مقابل هدف. كعبي عقيل طارق عقيل والحكم ما يحسبش ضربة جزاء يحسب له فيه. والهدف الوحيد لمنتخب غينيا كان سجله نفس اللاعب اللي كان هداف في مباراة الذهاب اللي هو اللاعب الغيني سيلا. تميم في الدقيقة 59 لاعب نادي حمام الأنف ناديه الأم، واللي كان لعب أيضا في الترجي في نادي مارسيليا وأنهى مسيرته في حمام الأنف. تبديل في الفريق التونسي. عقيل تجرح يخرج ويعوض رقم 14 الخويني يعوض عقيل. والهدف الثالث للمنتخب التونسي كان في الدقيقة 62 عن طريق الخويني. الخويني يعوض عقيد في وقت 20 دقيقة لعب. طارق وكي تجمع نتيجة الذهاب والإياب تصبح النتيجة لصالح تونس 3-2، وبالتالي ترشح المنتخب التونسي للدور النهائي والدور الأصعب في تصفيات كأس العالم 78 بالأرجنتين. المجموعة كان فيها تونس، نيجيريا، مصر، مجموعة حديدية، مباريات ذهاب وإياب. والأول من هذه المجموعة اللي يجمع أكبر عدد من النقاط يترشح إلى كأس العالم. كانت أول مباراة في هذه المجموعة صارت بين تونس ونيجيريا في 25 سبتمبر 1977، وكانت نتيجتها 0-0 في تونس بالذات أمام 38,229 متفرج. المباراة الثانية التي أقيمت في هذه المجموعة كانت بين نيجيريا ومصر في نيجيريا بالذات في لاغوس، وكان فوز ساحق لنيجيريا أمام مصر 4-0. المباراة الثالثة في هذه المجموعة كانت في 21 أكتوبر 1977، وكانت بين مصر في القاهرة ضد نيجيريا 3-1. المباراة الرابعة في هذه المجموعة صارت في 12 نوفمبر 1977، واللي جمعت تونس ضد نيجيريا في نيجيريا لاغوس قدام 80,000 متفرج نيجيري.
مباراة صعبة للغاية، لكن المنتخب الوطني التونسي تمكن من الفوز بنتيجة 1-0 بهدف عكسي للمدافع النيجيري بعد عرضية. إلى حد الآن في هذه المجموعة بقي مباراتين، ذهاب وإياب بين تونس ومصر. المباراة الأولى كانت قد أقيمت في 25 نوفمبر 1977 جمعت تونس ومصر في القاهرة بالذات، وكانت النتيجة لصالح مصر 3-2. أما بالنسبة إلى أهداف مصر في الدقيقة 26 عبر ضربة جزاء غفار، في الدقيقة 53 من قبل اللاعب عبدو، وفي الدقيقة 83 من قبل اللاعب خطيب. هون تونس خذت الانتقام الكروي تاعها بفوز ساحق، وكان ذلك في 11 ديسمبر 1977 تونس ضد مصر 4-1 في استاد المنزه. كانت الأهداف التونسية بإمضاء عقيد في الدقيقة 15، تميم في الدقيقة 42، بن عزيزة في الدقيقة 65، والعبيدي في الدقيقة 75.
ملا ماتش مصر البارح. يا سهلو ليش قولك في بولتو بن عزيز؟ باهي اما بولتو عقيد احسن واحد تلعب الدماغ هذيك الراس حتى كيف لا فوق الديفونس الكل حتى فوق الجول والله ما قصر بالكل عليه. صح عليهم تو مدبرين ماشي الارجنتين يستحقوها ولا يستحقوها. ومنها عبد المجيد الشتالي الداهية التونسي قاد الجيل الذهبي 78 إلى كأس العالم الأرجنتين ضمن 16 منتخب مترشح إلى مونديال الأرجنتين مثل المكسيك، البرازيل، الأرجنتين نفسها، ألمانيا، تونس، إيطاليا ويوغوسلافيا في ذلك الوقت. وقدمنا مردود ممتاز في ذلك المونديال عام 78 وكان أول انتصار إفريقي مونديالي حققه منتخب تونس.